حكاية النهاردة عن اتنين حبوا بعض وبعدين اكتشفوا المفاجأة. تعالوا نشوف. وانا قاعد سهران في مكان، دخلت واحدة عملت قلبان. مساء الفل يا حلوين. كان مرة في راجل ومراته معزومين على فرح حد قريبهم. هي قالت له انا هروح الكوافير، وهو قال لها وانا هروح مشوار ونتقابل في الفرح. المهم الراجل راح الفرح، قابل اخوه وقف معاه وقال له اسكت، وانا داخل الفرح شفت حتة واحدة زي القمر، نفسي اطلق مراتي واتجوزها. قال له ليه يعني؟ شكلها ايه دي؟ قال له هوصف لك ايه ولا ايه؟ دي عينيها بقها مرسوم، ويا لهوي على ضحكتها، ولا الشعر، المجنون يسافر في كل الدنيا، وتسمع تكات الكعب العالي وهي ماشيه وكانها سيمفونيه. بص حاجه كده كانك قدام بيت شعر او لوحه فنيه. قال له معقوله هي حلوه قوي للدرجه دي؟ قال له انت فاكر البنت اللي عمرو دياب غنى لها؟ قال له لا مش فاكر. قال له في مره عمرو دياب كان قاعد سهران في مكان مع ناس حلوه، وبعدين يا سيدي دخلت واحده عملت ايه بقى؟ عملت قلبان. كله بقى يسال مين الحلوه؟ المهم البت كل حاجه فيها كانت حلوه، لون الفستان للكحل المرسوم على العين قلبتها جنان. عمرو دياب ساب كل ده وكان عايز يعرف هي دي جايبه جمالها منين؟ هتجيبه منين يعني يا باشا؟ ده جمال رباني. المهم صاحبنا قال لاخوه اهو البنت اللي انا شفتها دي احلى من البنت بتاعت عمرو دياب وعبد الحليم. ايه ده؟ استنى اهي واقفه هناك اهي. اخوه لما شافها قال له ايه يا معلم انت شارب حاجه ولا ايه؟ هي دي اللي انت عايز تطلق مراتك وتتجوزها؟ دي مراتك اصلا. قال له مين؟ قال له يا عم فوق، بقول لك دي مراتك. قال له لا يا عم مش دي خالص. قال له لا هي دي مراتك. قال له انت ما شفتش التانيه في البيت عامله ازاي؟ التانيه طول النهار رابطه راسها ولازقه ورقه طلبات على وشها. قال له يا عم لا بقول لك هي دي مراتك. قال له بص دي عامله زي الملائكه ازاي؟ التانيه مرعبه، ده طول النهار صوتها جايب اخر الشارع لحد ما اتسرعت انا والعيال. قال له صدقني هي. قال له يا عم دي واقفه ساكته، التانيه ما بتسكتش، ودي بتضحك، التانيه وشها عامل ايموشن بوز. اخوه قال له طب تعالى نكلمها ونتاكد. واول ما راحوا لها ولقوها اخدت اخوه في جنب وقالت له مين اللي معاك ده؟ قال لها ده جوزك. قالت له مين؟ قالت له ما تهزرش، بقول لك مين ده بجد؟ قال لها بجد جوزك. قالت له لا ده لابس بدله وشيك، لكن التاني قاعد لنا طول النهار بالفانيلا الله خلاص فهمت، بس هو ده جوزك. قالت له لا ده بيبص لي باعجاب وعينه ما اتشالتش من عليا، لكن التاني طول النهار مبرق ومتنح ومندهش ومكشر. قال لها يا ستي هو. قالت له ده انا شايفاه بيهزر ويتكلم معاك، لكن التاني ما بيتكلمش، انا شاكه ان هو اخرس اصلا. المهم قال لها طب تعالي نروح له وهتتاكدي. وراحوا له، واول ما شافوا بعض ولا اقول لك كفايه كده. المهم في الاخر الاتنين اكتشفوا ان كل حد فيهم عنده حاجات حلوه ومبهره، بس للاسف ما بيظهرهاش لبعض. انا حاسس انكم عايزين تعرفوا لما شافوا بعض حصل ايه. ماشي. هو قال لها ايه القمر ده؟ انت حلوتي قوي. وهي قالت له ايه الشياكه والجمال ده؟ قال لها احنا ليه بقى ما بنشوفش الحاجات الحلوه دي في البيت؟ وفجاه اتحولت وقالت له ما انا متنيله مرميه في البيت انا والعيال، هو انت بتيجي تغير بامبرز ولا تشيل عيل؟ وهو قال لها ما انا كمان متنيل مرمي في الشغل ومتبهدل عشانك انت والعيال. وولعت يا معلم. المهم الاتنين اتنيلوا، قصدي اتاكدوا ان هي مراته وهو جوزها. المهم انا قصدي نهتم بنفسنا وشكلنا قدام بعض. الفيديو ده جزء من حلقه جواز وقله ادب. الحلقه مهمه جدا وفيها توعيه عن الجواز والمشاكل اللي بتحصل بسبب الجنس. يا ريت تتفرجوا عليها وهسيب لكم تحت لينك الحلقه. ما تنساش بقى تشترك في القناه عشان تشوف الحلقات اللي جايه. سلام يا حلوين.